I'm a consultant radiologist at the Highwelder University Health Board. Life is a journey, and living in Wales is an amazing part of my life. 8 years ago, it was hard for me to move to the UK, leaving behind family, friends, and everything I love there. الحياة رحلة ممتعة فيها محطات كثيرة، منها ما يترك أثر كبير على الشخص. بطبيعة الحال أنا أحب كثيرا بلدي الذي ولدت وترعرعت فيه، العراق، لكن حياتي في ويلز كان لها طعم خاص. فبالإضافة إلى الخبرة المهنية أشعر أن مفهومي للحياة أصبح أكثر شمولية. كثير من الأطباء يحبون العمل في المدن الكبيرة بحثا عن جالية من نفس الخلفية، فتصبح المدينة عبارة عن كانتونات شبه منعزلة، في حين أننا هنا في كاماردن خصوصا وغرب ويلز عموما كلنا جزء من مجتمع واحد يسوده الاحترام المتبادل وتقبل الآخر. على صور البلدة لدينا مركز يذهب إليه أولادي كل يوم أحد ويتعلمون فيه العربية والقرآن. أنا فعلا أنصح كل طبيب أشعة يأمل في تطوير مهاراته المهنية في المملكة المتحدة، وفي نفس الوقت يبحث عن بيئة آمنة لعائلته أن يأتي وينضم إلى فريق الأشعة في Highwelder University Health Board والعمل في أحد مستشفياتها الأربعة. What is special about Welsh people is the warmth in the heart, is the smile on the face, always in the street, in the hospital, wherever we go. Just like any parent, we get worried about the schooling of our children. That wasn't a problem at all. My children went to public schools, primary public schools, and they did very well, really. They had so many nice memories. I'm studying nanomedicine at Swansea University, and I'm really surprised of support, help, and encouragement that I got throughout my study journey. أنا فعلا أنصح كل طبيب أشعة يأمل في تطوير مهاراته في المملكة المتحدة أن يأتي إلى